في قرية دلجة بمحافظة المنيا استيقظت أسرة مصرية على كابوس حي. 4 أطفال من نفس العيلة واحد ورا التاني بيسقطوا فجأة بأعراض غريبة، حرارة عالية، تشنجات، فقدان وعي، والطفلة ال5 توفت من ساعات قليلة. الأب والأم واقفين مذهولين مش شايفين قدامهم تفسير، والأخطر إن حالة الأطفال كانت بتتدهور بسرعة. في خلال ساعات اتحولت الحكاية من تعب بسيط إلى فاجعة. هل هو فيروس نادر؟ هل في حاجة سامة دخلت جسم الأطفال؟ ولا في خطر أكبر بيمس الأطفال بس وسايب الكبار، او ان في شبهه جنائيه في الموضوع؟ في الحلقه دي هنفك خيوط واحده من اغرب الحوادث اللي حصلت مؤخرا في صعيد مصر، ونجاوب على السؤال اللي بيطارد الكل: اللي قتل اطفال قريه دلجة واخر المستجدات. انا دكتوره هند السرفي، ودي قصه النهارده. في قريه دلجة التابعه لمركز درمواس في المنيا حصلت فاجعه هزت الناس. البلد من اقصاها لادناها 4 اطفال اخوات في عمر الزهور ماتوا واحد ورا التاني، وده كان في خلال 48 ساعه بس من يوم 12 يوليو. 3 توفوا في المستشفى، والرابع كان في العناية المركزة في مستشفى بالمنيا. توفى هو كمان بعدهم بساعات قليلة. وفي تطور مأساوي جديد اليوم 15 يوليو لفظت الطفلة الصغيرة رحمة نصر صاحبة ال 12 عام أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى السموم بعد تلقيها الرعاية الطبية، لتصبح الضحية ال5 من عائلة دلجة الغامضة بقرية درمواس في محافظة المنيا. ده كان إثر إصابتها بأعراض مماثلة للي أودت بحياة أشقائها ال4. تم نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى الصدر تحت تصرف جهات التحقيق تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية، وده لمعرفة سبب الوفاة وإمكانية وجود شبهة جنائية في الواقعة أو لا. إن جهات التحقيق كانت قررت التحفظ على الطفلتين الناجيتين، رحمة اللي فرقت الحياة منذ ساعات وشقيقتها فرحة داخل المستشفى، عدم تسليمهم لأفراد الأسرة مع مواصلة التحقيقات مع الأب والأم وتحليل العينات البيولوجية للضحايا داخل المعامل المركزية. وبتباشر النيابة العامة بالتنسيق مع فرق البحث الجنائي التحقيق في ملابسات الواقعة، كشف الأسباب الحقيقية وراء السلسلة المأساوية من الوفيات داخل أسرة واحدة، كلها كانت بنفس الأعراض: سخونية مفاجئة، صداع، تشنجات، تغير في درجة الوعي. وللأسف باقي طفلة واحدة بس من الأشقاء ال6 في العناية المركزة في حالة حرجة نأمل ليها الشفاء. في البداية كل الكلام كان رايح ناحية الالتهاب السحائي، والإشاعات كانت شغالة، وكلام الناس كتير اللي يقول إن في مرض معدي أو العيال اتعدوا أو القرية في خطر أو الحقوا الوباء. لكن وزارة الصحة خرجت ببيان رسمي واضح: أولا مفيش التهاب سحائي ومفيش عدوى، التحاليل كلها سلبية للبكتيريا أو الفيروسات أو أي أسباب أخرى بتسبب المرض ده. وأوضحت الوزارة في بيانها إن الالتهاب السحائي هو مرض بينتج عن التهاب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، وده ممكن يكون ناتج عن ميكروبات زي البكتيريا والفيروسات أو الفطريات أو طفيليات، أو لأسباب غير ميكروبية زي الأورام والأدوية والعمليات الجراحية أو الحوادث. ونوهت الوزارة إلى أن النوع البكتيري المعدي مصر نجحت في السيطرة عليه من سنة 1989، وبتأكد كمان عدم رصد أي حالات وبائية من السيروتايبس A أو C بين الطلاب في المدارس من سنة 2016، وده نتيجة لاستراتيجية التطعيمات الفعالة في الدولة. وأكدت الوزارة توفير الأمصال بشكل مستمر وفعال بالنسبة لحديث الولادة أو الأطفال أو حتى المسافرين طبقا للحاجة. كمان أكدت الوزارة إن ما يشاع عن وفاة 4 أشقاء في نفس التوقيت بسبب الالتهاب السحائي عار من الصحة وغير موثق علميا وتم نفيه. وفي نهاية بيانها أوصت الوزارة بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار الطبية الغير موثقة. كمان ظهر أفراد من أسرة الأطفال المتوفيين ونوه عن عدم نشر إشاعات عن الأسرة واحترام حرمة المتوفيين وحالة الحزن عندهم، وإن كل من يروج أو يشارك أي إشاعات عن الحادث أو الأسرة المكلومة هيتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية. وكمان هيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء للعائلة أو ينشر معلومات غير صحيحة، وإنهم بيطالبوا الجميع بالتوقف عن نشر أي محتوى لم يصدر عن العائلة أو الجهات الرسمية. تحقيقات وسعت وفرق الطب الشرعي والمعامل دخلت على الخط، وتم سحب عينات من الأكل والمية وأجساد الأطفال. هل يوجد شبهة جنائية ولا لأ؟ النيابة بدأت تمشي في اتجاهات مختلفة للتوصل للحقيقة. كل حاجة دلوقتي بتتراجع: تحليل السموم، المعاينات في البيت، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاة كل طفل، والاستماع لأقوال المحيطين والتحفظ على الأب والأم. والتحقيق شغال والحقيقة لسه ما طلعتش بشكل كامل، والسؤال على كل لسان: مين ورا اللي حصل وليه وازاي؟ والحقيقة لازم تبان والمتسبب يتحاسب أمام الجميع. أخيرا متوقع أن نتائج الطب الشرعي والتحقيقات تظهر في أقرب وقت خلال أيام، ونأمل النجاة للطفلة فرحة. محتاجين نسمع آرائكم والحلول أو المشاكل اللي واجهتوها عموما. وصلوا رأيكم ومشاكلكم وكمان اقتراحاتكم في الكومنتات لتجنب المزيد من الفواجع. وبس كده، ودي كانت قصة النهاردة.